يا طيبة يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا يا جماعة اللي شفناه ده تهريج، كبر دماغك. اللي أنا عايز أقوله لك، اللي بيحب النبي صلى الله عليه وسلم شكله شكل النبي، أخلاقه أخلاق النبي، أفعاله أفعال النبي. ده اللي بيحب النبي يا جماعة. أما اللي بيحب النبي يطبل ويزمر ويا طه ويا طيبة ومدد والكلام ده كله، كل ده أنت مش بتحب النبي. أنت بتدعي ان انت بتحب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن انت مش بتحب النبي صلى الله عليه وسلم. يا جماعه اللي بيحب النبي صلى الله عليه وسلم يقتدي به. الله عز وجل قال: لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه. يبقى اللي بيحب النبي شكلك شكل النبي، اخلاقك افعالك، كل ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم انت بتعمله، وكل ما نهانا عنه النبي صلى الله عليه وسلم انت ما بتعملوش. يعني من الاخر بتحب النبي، خليك زي النبي في الأفعال والأقوال وكل شيء. مش أغاني 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 وتضرع وروح عند الضريح ومدد ويا طيبة وكل ده يا جماعة. كل ده ليس حب النبي نهائي نهائي، إنما هي بدع وتخاريف. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. كل عمل بتعمله ما كانش على هدي النبي صلى الله عليه وسلم فهو يرد هذا العمل عليك. وما تنساش تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم.